وبطشه شديد. خلق الجنة لمن أطاعه والنار لمن عصاه من العبيد. احمدوا حمدا يليق بجلاله وعظيم ملك سلطانه، وأصلي على محمد وآله وأنصاره صلاة دائمة تحولنا بدار القرار في جواره. الحمد لله المبدي والمعيد، العزيز الغفار، الواحد القهار، مكور الليل على النهار، عالم الخفايات والأسرار. وأصلي على الرسول المختار وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار صلاة دائمة تحولنا بدار القرار في جواره. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله، أقف إياكم في هذه الساعة وفي هذه اللحظات للخروج الذي ليس بعده رجوع. يقول أبو نعيم في الحلية: يا ابن آدم أيها الإنسان، خرجت من ظهر إلى بطن، ثم من بطن إلى ظهر، ثم من ظهر إلى بطن، ثم من بطن إلى ظهر، ثم من ظهر بعد ذلك في بطن. أي خرجت يا مسكين من بطن أبيك إلى من ظهر أبيك إلى بطن أمك، ثم تخرج من بطن الأم على ظهر الأرض. أنت الآن يا من تتجرأ في معاصي جبار السماوات والأراضين في هذه الدنيا الدنية الجيفة الميتة التي شغلتنا بتربية أولادها وجمع أموالها وغيرها من ملذاتها، ثم تنتقل بعد ذلك من ظهر الأرض في بطنها في القبر في بيت البلا والعفن، بيت الدود والتراب والوحشة والغربة والوحدة. ثم بعد ذلك تخرج من بطن القبر على ظهر عرصات يوم البعث والنشور، تقف بين يدي الله جل وعلا. ثم بعد ذلك إما تستقر في بطن الجنة ونعيمها وحور عينها وأنهارها، وإما تستقر عياذا بالله في بطن النار وجحيمها وسلاسلها وأغلالها وحياتها وعقاربها. أهل النار بين مقطعات النيران ضرب بالمقامع، صرافيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار عياذا بالله من النار. فمنا يا عباد الله، يا معاشر الشباب المؤمن، يا أمة لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحون وتدخلون جنة الله جل وعلا.